الناس كلها بقت تود. امال مين اللي هينضرب؟ الدكه الطويله كمان بتكسر حاجه مهمه في اي فريق كوره، وهي التسلسل الطبيعي. المفروض يبقى فيه لاعب اساسي، لاعب دكه، لاعب بيتعلم. لكن لما كل الناس تبقى في نفس المستوى الاسمي، نفس السعر، نفس الدقيق الاعلامي، نفس الهوبا اللالا، الادوار بتضيع والاحترام الهرمي بيختفي، ومكانه بيجي صراع صامت. مش صراع معلن، لكنه صراع نظرات، احساس، يعني حاجه كده عشان اثبت ان انا اللي استحق. والجمهور شايف ده من بره بشكل مختلف، شايف دكه طويله معناها ان الاعذار خلصت، واي خساره هتبقى فضيحه، واي لاعب مش في مستواه يتهاجم فورا. ايه، ما في غيره. وده ضغط اضافي بيتحط على الفريق، ضغط نابع من فكره عندك بدايل كتير يبقى مفيش مبرر للفشل. لكن الحقيقه ان الفرق الكبيره عمرها ما كانت بتتبني على كثره البدايل، بتتبني على وضوح الادوار، وان كل لاعب عارف امتى يلعب وامتى يستنى، عارف امتى يبقى نجم وامتى يبقى جندي. والدكه كانت دعم مش تهديد، امان مش قلق. تشيلسي بقى مثال واضح للوهم ده، لان الدكه الطويله ما خلتش الفريق اقوى نفسيا، خلته اكثر هشاشه. لان كل ماتش بقى اختبار جديد، وكل تشكيله بقت تجربه، وكل لعيب بقى مشروع سؤال مش جزء من اجابه. وفي اللحظه اللي الناس كانت مستنيه فيها العدد الكبير يسهل الفوز، العدد نفسه كان بيعقد كل حاجه، لان الفريق مش مطمن. واللي مش فاهم نفسه مهما كان عنده اسماء عمره ما هيحس ان الفوز حاجه طبيعيه، هيبقى مجهود مضاعف، كأن الكوره بتقاومه بدل ما تمشي معاه. وده يمكن يكون اهم درس في الحكايه كلها، ان الدكه الطويله مش ضمان، وان الامان الحقيقي مش في العدد لكن في الاستقرار. والفريق اللي فاهم نفسه حتى لو بدكه صغيره غالبا هيبقى اقوى واخطر وقادر اكتر ان هو يكسب اكتر من فريق مليان اسامي قد كده بس مش عارف هو مين.